عليكم ورحمة الله وبركاته. سعادة السفير سيرجيو سيرا ممثل المكسيك لدى دولة فلسطين، الأخوات والأخوة الحضور كل باسمه ولقبه، يشرفني أن أشارككم اليوم في هذا العيد الوطني لجمهورية المكسيك، عيد الاستقلال المكسيكي الذي بدأ منذ 206 سنوات. ويشرفني أن أنقل لكم تحيات دولة رئيس الوزراء وتحيات رئيس دولة فلسطين بهذه المناسبة العزيزة علينا جميعا كشعب فلسطيني مرتبط بالشعب المكسيكي الصديق، والذي يشاركه في هذا الحفل اليوم. ومن هنا، من أرض فلسطين، من هذه الأرض المقدسة المعمدة بدماء شهدائنا الأبرار الذين ضحوا من أجل الحرية ومن أجل المبادئ الإنسانية، نبرك للشعب المكسيكي الصديق كل التهاني والتبريك بمناسبة هذه الذكرى العزيزة على كل فلسطيني. إن شعبنا الفلسطيني قد استلهم من تضحياتكم، من تضحيات الشعب المكسيكي الصديق، ومن كل تضحيات أحرار العالم، استلهم الإصرار والإرادة والتحدي من أجل الحصول على حريته واستقلاله وحقه في الأمن والأمان وفي الاستقرار، مثلما فعل شعب المكسيك عندما قدم آلاف التضحيات وعبر عشرات السنوات حتى حصل على حريته واستقلاله. وفي هذا المقام فإننا نستذكر الأب هيجل غوستيا، أب الاستقلال المكسيكي، الذي صرخ صرخة الاستقلال، وكل القادة العظام في المكسيك الذين كان لهم دور كبير في التضحية والعمل الدؤوب والسعي نحو الحرية والاستقلال لهذا الشعب الذي يستحق. وإننا نقدر ونشكر جمهورية المكسيك على دعمها الثابت والمتواصل لشعبنا الفلسطيني في كل المجالات وعلى كافة المستويات وفي المحافل الدولية. ولن تتردد المكسيك في التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بانضمام دولة فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة سنة 2012، كما أن المكسيك قد صوتت أيضا لصالح رفع العلم الفلسطيني في أروقة الأمم المتحدة سنة 2015. ونسجل تقديرنا في هذا المقام للجنة الصداقة الفلسطينية المكسيكية البرلمانية ولغرفة التجارة المكسيكية العربية، وللدور الذي تقوم به هذه المؤسسات الشعبية في دعم شعبنا الفلسطيني وفي تعزيز أواصر التعاون والتواصل
بين الشعب الفلسطيني والشعب المكسيكي الصديق، وقد تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين فلسطين والمكسيك ومن خلال وزارة الخارجية، سواء في الشأن الخارجي أو في الشأن الصحي. إننا نعول على تعزيز علاقات التعاون مع بلدكم الصديق في مختلف المجالات، ونعول على جمهورية المكسيك من تعزيز جهودها لمزيد من الدعم السياسي والدبلوماسي لشعبنا الفلسطيني، والاعتراف بدولة فلسطين أسوة بباقي دول أمريكا اللاتينية وباقي الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، لأننا ندرك تماما أن الشعب المكسيكي يؤمن بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على أرض وطنه. ونعول على دور المكسيك أيضا في جهوده من أجل تحقيق السلام العادل في المنطقة ومساندة شعبنا في كفاحه من أجل الحصول على حقه في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. نحتضن اليوم احتفالاتكم على هذه الأرض، على أرض فلسطين، وسط معاناة إنسانية يعيشها شعبنا الفلسطيني تحت الاحتلال العسكري الاستيطاني الإسرائيلي الذي يستمر بالاعتداء على شعبنا وعلى أرضنا ومقدساتنا، ويواصل جرائم القتل وجرائم الإعدام الميداني بحق أبناء شعبنا وأطفالنا. ومنذ أقل من أسبوع فقد تم قتل أكثر من 7 من الصبية والفتية والأطفال في الخليل والقدس على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتستمر إسرائيل باحتجاز أكثر من 7,000 أسير فلسطيني في المعتقلات الإسرائيلية. وتعلمون جميعا أن ما زال منهم 3 أسرى مضربون عن الطعام منذ أكثر من 70 يوما، ويصل واحد منهم إلى 80 يوما، من أجل حريتهم ومن أجل إجبار إسرائيل على معاملتهم معاملة إنسانية وفقا للقانون الدولي والشرائع الدولية. في نهاية كلمتي هذه فإننا نعيد ونتقدم للشعب المكسيكي الصديق باسم رئيس دولة فلسطين وباسم رئيس الوزراء والحكومة الفلسطينية، باسمكم جميعا، باسم كل الحضور، هذه القامات العالية التي تشارك في هذا الحفل اليوم، نتقدم للشعب المكسيكي الصديق بأحر التهاني بهذا اليوم الوطني في المكسيك، يوم الاستقلال المكسيكي، وكل عام وأنتم بخير.